فجاء صديقي ده قال لي: "بُص هاعمل لك تأشيرة." التأشيرة اللي طلعت عامل نظافة في المسجد النبوي. لأول مرة كشف علاء مرسي مجموعة من الأسرار عن حياته الشخصية ورأيه في الزعيم عادل إمام. هو قال خلال حلقته مع الإعلامي نزار الفارس إنه اشتغل عامل نظافة في المسجد النبوي الشريف بعد ما قرر في التسعينات يسافر للسعودية، وفضل سنة كاملة بيخدم في المسجد النبوي الشريف. وأعلن علاء مرسي عن معاناته في فترة من الفترات مع سرطان القولون، وكمان قال إنه مش نجم شباك واسمه ما بيبيعش في السينما، وإن عادل إمام موهبته متتقارنش مع حد. وأكد إنه ظلم نفسه بسبب اختياراته الغلط، وأشاد جدا بموهبة أحمد حلمي وقال إنه من أهم النجوم في العالم العربي. وعلق لأول مرة على الانتقادات اللي اتوجهت له بعد ما باس إيد هنيدي في فرح بنته، وأكد إنه عمل كده عشان هو أخوه وصاحبه لكن مش عشان يشغله زي ما الناس قالت. أما عن الأدوار اللي نفسه يعملها قال إنه نفسه يجرب القبولات في السينما ويعمل فيلم رومانسي، وإنه بيحب منة شلبي جدا ونفسه يمثل معاها. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا إيه رأيكم في حلقة علاء مرسي مع نزار الفارس.